انا دايرك يا فكيه. انا داير شفت الناس الرزق ده يجي يا اخوانا، ده يا اخوانا ده ما هو ظاهر ولا كيف؟ ما فيش حاجه اذا طيب ليه ياخذ القروش؟ هو لو بيقدر يجيب ليه المال، لو يقدر يجيب ليه الرزق، ما خلاص يجيب ليه نفسه ولا كيف؟ يجيب ليه نفسه، يجيب ليه عياله، يجيب ليه اقربينه واحبائه. شنو الشيء اللي بيحصل ده؟ طيب الشيء الثاني، في واحد يجري ورا الدكاتره لما يصل مرحله، الشيخ ذاك بيقول له، الدجال بيقول له تعال، ويجي يأمر بأشياء غريبة. داير جنة، داير تخلف، أي أمشي جيب لي خروف كده لونه كده بمواصفات وتدفع كده. سبحان الله. وكمان لربما شنو يا جماعة، ربما مثلا ربنا يعني يصادف عطية الله هم يديهم الناس خلاص في الحلة. الناس ممكن يؤمنوا بعد ذاك طوال يتجهوا كلهم لمنو؟ للساحر ده. والسحر ديل من بدري فيه، يعني الواحد لو قرأ القرآن بيجي يلقى فيه القرآن في قصص أو مواقف سيدنا موسى عليه السلام في طيلة حياته ومشواره ومجاهداته، يجد أمامه أحيانا السحرة جمعوا له السحرة من كل فجر عميق. لكن الله قال شنو؟ ولا يفلح الساحر حيث أتى. مهما سوى مهما عمل بالمناسبة ما بيمشي لقدام. هنا قالوا الإنسان الذي يعني يسحر ده مشرك. مشرك يعني الفرق اللي بينه وبين الشرك هي شنو؟ الألوهية والإناية دي شنو يعني؟ شنو يعني؟ ما الذي يعطي من الله؟ أنا مشيت أنا قلت له أنا داير لي جنة، داير جنة، أي ما في مشكلة، امشي جيب لي كده وكده أنا بديك الجنة. وأنا شوفوا يا جماعة، هو المشكلة مش في الدجال ده، المشكلة في الزول اللي يمشي للدجال ده. أنا بس داير الحتة دي، الزول اللي يمشي للدجال ده يهود اللي بالمناسبة. أيوة قالوا في العلماء لما بحثوا الحتة دي وجدوا على أن الشخص حينما يتحرك يزعم في ذاته في داخله، حينما يتحرك من موطنه أو من مكانه إلى مقر للدجال بيكون يعمل شنو؟ يمشي هو مؤمن بالمناسبة. لما يقعد قدامه ولما يعرض له ولما خلاص يبتدي في السحر، لما يجي راجع سبحان الله ذهب إليه مؤمنا يعود من الساحر مشركا. شوف الكلام ده كيف، خلاص مشرك، خلاص موضوع منتهي. إذن هنا ربنا شنو؟ ما بيغفر لك اللي الذنب. طيب أما إن كنت خلاف ذلك فيغفر الله لي الذنب، بقية الذنوب كلها ربنا بيغفر عليه. طيب الثالث قال من مات ولم يحقد يوما على أحد. يا سلام، ده داير له تفسير، ده براه ممكن ياخذ عنوان، ده براه ممكن شفت الحقد ده ياخذ ممكن زول عالم ممكن يتحدث فيه ندوات. ليه مجرد الحقد؟ نحن والله ما أخذنه حاجة بسيطة، لكن والله أول حاجة الحاقد مريض عنده مرض من أمراض الليه القلوب. أول حاجة هو مريض، وما يفعله يؤذي وما يقوله يؤذي. هو بالمناسبة هكذا. والإنسان لما يصل مرحلة الحقد على أخيه أو على أخته أو على المسلمين يكون بالمناسبة لم يكن مسلما. ليه؟ الواحد يحقد بشنو يا جماعة؟ ممكن يحقد بلسانه، ده مش كده؟ حاقد ممكن يظهر من جوا قلبه في الجوارح. شوفوا في حديث عن النبي في صحيح البخاري قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما ده المسلم الذي يؤذي الناس وغير مسلم، ما مسلم هو. لا والله الزول ده يا أخي ما شايفه زي المسلمين، لابس وماكل وشارب وساكن ومتحرك والشعائر دي كلها والفرائض دي كلها ماشية. لا خلاص، ما النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة حذرنا. وليه قال الحقد؟ والله الدين الإسلامي لو بس شفناه كالآتي: الدين الإسلامي في كفتين، الكفة الأولى أوراد والكفة الثانية وداد، وكل الوداد
يكن بينه وبين الناس، والأوراد يكن بينه وبين الله. وهذا ما أورده الرسول صلى الله عليه وسلم في أول يوم جمع فيه الناس في المدينة المنورة: أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام. جمع الدين الإسلامي سياج وجعل له سياجا في 4 محاور، والأربع محاور دي الثلاثة ود بينه وبين الناس. أنا لو زول حاقد ما بيكون العمار بينه وبين الناس، العلاقة بينه وبين الناس بتكون مبتورة. ليه؟ أول حاجة حنحقر الناس، حنشوف نفسي إن أنا أكبر منه، إني أنا أحسن منه، أوطيه مهما كان، أتحدث فيه، أتلذذ حينما نأكل من لحمه، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما بين الكتاب: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الإنسان الحاقد سبحان الله لا يتمنى الخير للناس، سمع حاجة في الناس ما بيسره. طيب سمع شاف حاجة في الناس يحب أن يزول هذا الشيء. سبحان الله لا يحب لهم الخير ولا يحب لإخوانه الخير. ذاك في الإسلام مش كده؟ تعالوا في المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ في الإيمان قال شنو؟ لا يؤمن أحد حتى يكون شنو؟ يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه. هذا هو بالمناسبة العنوان بتاع المؤمن. وتلكم الكلمات حول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا أخي لا بقى مسلم ولا بقى مؤمن، ده يبقى شنو؟ ده يبقى شنو؟ يلا تعالوا عشان أوريكم إنه بالمناسبة المشرك هو شنو؟ ما المشرك ده، الإنسان المشرك ده أول حاجة ما بيؤمن بالقدام ده كله ما بيؤمن. طيب ولا يتمنى الخير، وإذا حصل أي حاجة ينسبه إلى شنو؟ إلى غير الله. طيب شوفوا الزول ده لما داير المشرك ده الحاقد ده متى يحقد حينما يغيب الإيمان في القلب، لأنه إذا الإيمان غاب من القلب يجي يحتل في القلب شنو؟ الران ولا كيف؟ والران عنده ألوان كثيرة: الحقد والغل والحسد، مش كده؟ البغضاء، الكراهية، ودي كلها صفات شنو؟ مذمومة في الدين الإسلامي. يا سلام، قال المسلم ما يحقر شنو؟ أخاه ولا كيف؟ ما يحاقره، يتمنى لهم الخير. قالوا المؤمنين ديل كالبنيان المرصوص يشد بعضهم شنو؟ طيب قالوا هنا الإنسان لو صح أنا والله أفرح بفرح الأخ وبفرح الأخت، يعني كلنا كده يعني، وأحزن بحزنهم. التمنيات القلبية أتمنى لهم الخير ولا أحمل حقدا على أحد. بس تعالوا في حقدا دي وعشان نختم صلوا على النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. أولم نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قاعد مع الصحابة وقال لهم: سيطل عليكم رجل من ها هنا إنه من أهل الجنة. ما ربنا لو غفر لي حمشي وين يا جماعة؟ ما خلاص تعال شوف عدم الحقد بيعمل لك شنو. فقام شنو؟ فقام اليوم الأول اتكرر المشهد، اليوم الثاني اتكرر المشهد، اليوم الثالث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في أرجح الروايات تبعه، مشى معاه عشان يعمل شنو؟ شوف هل هو يحسد له يحقد له؟ لا. وفي ذلك فليتنافس. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كده، ولقاه زول بلدي، زول عادي. طيب كلام جميل. هم دايرين يعملوا شنو؟ كلهم كمان الصحابة دايرين في الجنة في الآخرة دايرين يكونوا سوا مع بعضهم، دايرين يشوف هو بيعمل فيه شنو، لأنهم جعلوا الآخرة أكبر همهم والدنيا أصغر همهم. فلما مشى رقد ما بيعمل أي حاجة. أكان قام صلى قيام ليل الصحابة كلهم بيصلوا، أكان قاعد بقى يسبح الصحابة كلهم بيسووا، أكان بالمناسبة يعني
يقعد يتفكر في ملكوت الله. الصحابة كده ما في شيء عمل شيء جديد كده بيسويه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنه من أهل الجنة. اليوم الثالث قال له يا عمي والله ليس بيني وبين أبي شيء، ولكن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيك أو يشير إليك أنك من أهل الجنة، فأنا جيت عشان أعمل زيك عشان نكون سوا في الجنة. الراجل ده قعد مسافة قال له زي ما شفتني يا ولدي أنا ما بعمل لي عمل كده. فحزن في داخله، فلما أراد أن ينصرف طلبه، قال له يا ولدي كده تعال، أنا بعمل لي في حاجة بيني وبين الله، لربما من خلال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صنفني كده. قال لي قاعد تعمل في شنو؟ طبعا فرح ولا كيف؟ قال له زي ما انت شفتني، لكن لما آتي وآوي إلى فراشي، لما أجي أرقد في فراشي لا أحمل حقدا بين جنبي على أحد. الإنسان لو بعض المرات يجي يرقد وإبليس يجي يعمل له شنو زنة، فلان وفلان وليه سوى وليه عمل، وفلان ده ليه نجح، بيتهم ده معلوم أشياء أصلا، أولادي ليه ما بيقروا سوا، معلوم كده. شفت الحقد ده الواحد يفتش. لو الإنسان مشى بالضرب دي ووصل لحد الموت لن يغفر الله لك. أما إذا كان الإنسان بقلب رحيم، طيب كيف يا جماعة نجعل قلوبنا رحيما لينا محبا للآخرين؟ أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكون ذاكرين لله تالين لكتابه، كما أشار في مجلس الصحابة لهذا، وبإشارة الرسول للصحابة إشارة إلينا، فلنكن قريبين من ذكر الله ومن تلاوة القرآن. وتلاوة القرآن ذات ذكر، نكون قريبين من الذكر، نكون دائما في ميدان الذاكرين لكي نرتقي ويرتقي الإيمان في قلوبنا، يطرد الران. بعد كده شنو؟ القلب ده بيكون هين لين محب للآخرين. جزاكم الله خير، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.